قومي يا دنيا يلا. يا ما عايزه انام شويه كمان، سيبيني. قومي يا بنتي يلا. حاضر يا ماما. قامت دنيا ولبست. صباحو، اخيرا قمتي. صباح النور يا قلب ماما. انا همشي عشان دينا مستنياني تحت عشان ما نتاخرش على الدرس. مش هتفطري؟ لا يا ماما، هناكل انا ودينا عند عم عبده فول وطعميه. ماشي يا حبيبتي، ما تتاخريش وخدي بالك من نفسك. سلاموز. سلاموز يا اختي. صباحو يا دنيتي. صباحو يا دودو. يلا بينا على عم عبده ولا نروح الدرس الاول؟ لا احنا متأخرين. طب يلا. وراحوا الدرس وخلصوا وراحوا قعدوا في مكان. عارفة يا دينا انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اطلع الاولى. يا رب يا دودو. خلصوا الدروس كلها وروحوا على بيت دينا عشان يذاكروا. الام دخلت عليهم. يلا اعمل لكم ايه تاكلوه؟ مكرونه بشاميل. انتي ما بتزهقيش منها؟ ما انتي واكلاها امبارح. لو فضلت عمري كله اكل فيها مش هزهق. ماشي يا اختي. انا عايزه محشي. ما بحبوش. خلاص يا ريتني ما سألت، انا هعمل اكل على ذوقي. وكملوا مذاكرة. ودنيا فضلت تسمع لدينا ودينا تسمع لدنيا. وهي دي الصحبة الحلوة اللي تشجع التفوق. وفضلت الامور على كده، يروحوا الدروس ويذاكروا وهكذا. جه يوم امتحان الثانوية ودنيا طلعت الاولى ودينا التانية، ودخلوا مع بعض كلية اداب اعلام زي ما كانوا بيحلموا. وتحقق الحلم. ايه يا دنيا، ناوية تطلعي كام السنة دي؟ فاجئتينا يا اختي وطلعتي الاولى في الثانوية، عملتها ازاي دي؟ هبقى اجيب منى بنتي تقعد جنبك يمكن تعديها. ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه يا عمته. ده انا نفسي افتح مخ بنتي واحط فيه الكتاب واقفل عليه، يمكن تذاكر. بعد اذنك يا عمته. ايه يا اختي داخله تذاكري؟ ما انتي مش وراكي غير المذاكره. مشيت الدنيا ودخلت اوضتها وفضلت تتكلم هي ودينا وهي زعلانه. ما تزعليش يا قلبي، انا حزينه قوي. هي ليه مستكتره عليا؟ يعني دي عمتي. ربنا يهدي. المهم عايزاكي تيجي معايا النهارده. فين؟ الشبكة زي ما اتفقنا. ماليش نفس. والله ماريا دعوة ولا هتيجي، احنا مع بعض للاخر وهنكمل وهنحقق المستحيل. وهنقابل ناس يحبونا ونحبهم. ما تزعليش نفسك وطنشي كلامها يا دود. ربنا بجد يخليكي ليا يا دينا، مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. انتي الحياة والله بالنسبة لي. حقيقة انا مش ممكن اتخيل حياتي من غيرك يا دينا. حقيقة انا مش ممكن اتخيل حياتي من غير دينا. دينا هي الحياة. هي كل حاجة جميلة. دايما لازم نختار الصديق، لان الصديق هو اللي بيخلينا نعمل كل حاجة. لو صحابنا كويسين كل حاجة هتبقى كويسة في حياتنا. اختيار الناس اللي في حياتنا لو اخترناهم صح حياتنا هتبقى صح. وطبعا دينا بالنسبة لي هي الاختيار الصح. ودينا ودنيا هيفضلوا مع بعض طول العمر. فضلت دنيا تلعب في الفون بتاعها شوية. وبالليل الساعة 6 لبست دنيا فستان جميل وفردت شعرها وحطت ميك اب وخرجت. الله اكبر على الجمال، عقبال فرحتي بيكي يا دودو. تفتكري يا ماما هعيش قصة حب كده واحب واتحب؟ ربنا يكرمك يا بنتي ويسعد قلبك يا رب. يا رب يا ماما يا رب. ونزلت دنيا وراحت خطوبة صاحبتها هي ودينا. وهي قاعدة شافت واحد واقف ومركز معاها قوي. دينا. نعم. بصي كده، شايفة اللي هناك ده عمال بيبصلي ازاي؟ اه حق، بيبص كده ليه؟ يلا نروح. اصبري يا بنتي، انا هقوم اسلم على يمنى صاحبتي واجي. هتسيبيني لوحدي؟ يا هبله رجعلك تاني. قامت دينا وسابت الدنيا لوحدها. ازيك يا انسه؟ انا احمد، وانتي؟ نعم. ايه هو السؤال صعب قوي كده؟ بعد اذن حضرتك. انا مش بعاكس والله. انا احمد في تالتة طب اسنان ومعجب بيكي. بعد اذن حضرتك. هيا دنيا، هتقعدي شويه ولا هنمشي؟ الله، اسمك حلو قوي بجد. شكرا يا دكتور احمد. احلى كلمه احمد سمعتها والله. بعد اذنك. هشوفك تاني زي ما ربنا يريد. روحت الدنيا وجت تنام مش عارفه تنام. فضلت تفكر في احمد لحد ما نامت. وعند احمد فضل يفكر في دنيا. يا ترى هقابلها تاني؟ يا رب اقابلها تاني يا رب. نام وعدت الايام. وفي يوم في الجامعه احمد كان رايح اداب اعلام يجيب ورق من هناك. وفجاه، ايه ده دنيا؟ ياه اخيرا شفتك. هو انتي طالبه هنا ولا ايه؟ دكتور احمد ازيك؟ اه انا هنا. احمد ايه دكتور دي؟ قول احمد على طول. حب الدنيا احمد وحب احمد دنيا وقربوا من بعض جدا. وفضلوا يتكلموا مع بعض على طول. وجه اليوم اللي دنيا كانت بتحلم بيه. صباح الخير يا عروستي. صباح الخير يا اجمل مامة عروسه في الكون. انا مبسوطه قوي يا ماما. ربنا يكمل فرحتك على خير يا قلب امك. يلا يا بنتي عشان نروح للميك اب ارتست. ومشي وراحوا ودنيا كانت عروسه زي القمر. واحمد راح عشان ياخدها.
الله اكبر على جمالك يا دنيتي. وانت يا احمد جميل قوي. ياه، اخيرا بجد حلمنا اتحقق. اخيرا يا دنيتي، الحمد لله. وراحوا القاعة وفضلوا يرقصوا ويزغرطوا وهما مبسوطين، وروحوا البيت وعدت الايام وهم عايشين في هنا وسعادة. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا عيون. انا هقوم احضر الفطار. ماشي يا حبيبتي، وانا هلبس لحد ما تخلصي. دنيا حضرت الفطار وقعدت على السفرة هي واحمد. هتروحي تجيبي الحاجات اللي انتي محتاجاها النهارده؟ اه يا حبيبي، هنزل اجيب شوية طلبات كده. تمام يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. الحمد لله، انا همشي، باي. بحفظ الله يا حبيبي. صباح الخير يا دكتور. اعوذ بالله، احنا لسه على الصبح. احنا صباح النور. ومشي وسابها. بنتي يا اسماء. نعم يا مام. روحي عند دنيا هاتي منها كيس سكر. الباب بيخبط. يبقى شافوا احمد وهو ماشي وهيبداوا بقى يتسلوا على امي. صبرني يا رب. فتحت دنيا. خير. ماما بتقولك هاتي كيس سكر. كان بودي يا حبيبتي بس خلص وما جبتش ومش ناويه اجيب. ماشي، هقول لماما انك ما عندكيش. مشيت اسماء وبعد شويه الباب بيخبط. يا رب الصبر من عندك. نعم يا ست اسماء، خير. ماما بتقولك هاتي حبه شاي. حاضر، ثواني اما نشوف اخرتها. جابت دنيا شويه شاي ورجعت. اتفضلي يا ست اسماء، حاجه تاني؟ هسأل ماما. انا دنيا متخرجه من كليه اداب اعلام. قابلت احمد جوزي وحبيته جدا، هو دكتور اسنان. واتجوزنا وحياتنا زي الفل الحمد لله. بس مفيش حاجه منكده عليا غير جارتي ليلى وبنتها اللي دايما بتستلف مني كل حاجه ومش عارفه اعمل معاها ايه. فلاش باك. يا ترى مين؟ وفتحت لقيتها واحده. مين حضرتك؟ انا ليلى جارتك هنا. اهلا اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اقدر اساعدك في حاجه؟ انا جاي اقعد معاكي شويه، مش هتقولي لي اتفضلي ولا ايه؟ لا طبعا، ازاي اتفضلي يا حبيبتي. انا ليلى جارتك هنا. اهلا بيكي، اتشرفت بمعرفتك. ربنا يخليكي. تشربي ايه؟ ولا اي حاجه، ربنا يخليكي. لا لازم طبعا تشربي حاجه. خلاص يبقى كوبايه شاي حالا. قامت دنيا تعمل شاي. ايش ايه كل ده؟ لا دي جارة مية مية. يختي على البيجامه اللي هي لابساها، ايه الجمدان ده؟ اتفضلي الشاي. يزيد فضلك يا حبيبتي. تسلميلي. ليلى فضلت قاعده وطولت ودنيا جابت اخرها. انت عندك كام اخت؟ عرفيني على نفسك. انا الكبيره وعندي اخت وولدين. ربنا يخليهم لي. تسلمي يا حبيبتي. ليلى بعد ساعتين رغي مش مبطله ودنيا خلاص جابت اخرها. يلا استأذن انا عشان مش عايزه اقعد معاكي كتير واتقل عليكي. دنيا في نفسها، انت كل ده وما طولتيش. نورتي. انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليكي والله، بنورك يا حبيبتي. ومشيت ليلى لحد باب الشقه وبعدين قالت البيجامه بتاعتك دي خطيره. ربنا يخليكي يا رب. بقولك ايه، لو عوزتي اي حاجه اي حاجه انا موجوده. ربنا يخليكي، اوعي تتكسفي. اكيد لا، تسلميلي. مشيت ليلى. يا ساتر يا ساتر، اوف ايه ده؟ بعد شويه الباب خبط. لا يا رب ما تكون هي يا رب. انتي مين يا حبيبتي؟ انا اسماء، مامتي ليلى. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا ابله. ابله؟ ماما بتقولك عندك حبه بن، اصل هي مصدعه. يا حبيبتي ثواني. وجبت واديتها البن ويا ريتني ما اديتها ولا فتحت الباب من الاساس. من يومها وهما مش مبطلين رن وخبط على الباب. فالدنيا من سرحانها على خبط الباب ولقيتها اسماء. نعم يا طنط، انتي تعرفي ان انا بحبك قوي وانا مش قادره اوصفلك حبي ليكي عامل ازاي. ده العشم برضو. عايزه ايه؟ انتي كنتي لابسه بيجامه فوشيا من كام يوم حلوه قوي وعجباني بصراحه. ممكن تسلفيها لي؟ اصل صاحبتي جايالي وكده. بس دي بيجامتي وانا مش متعوده ان ادي لبسي لحد. بس انتي اديتيني الفستان بتاعك قبل كده ورجعتهولك سليم. اديني البيجامه. فلاش باك. الباب بيخبط. فتحت الباب ولقيتها اسماء. خير يا حبيبتي، عاوزه حاجه؟ لا، جايه اقعد معاكي شويه. دخلت اسماء وقعدت مع دنيا. منوره. بنورك. هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ ولو قلت مش ممكن مش هتطلبي يعني؟ اتفضلي يا حبيبتي، ما انا من ساعه ما عرفتكوا وانتوا ما شاء الله. انا كنت شايفاكي انتي وانكل احمد وانتوا راجعين امبارح من بره. ايوه عادي، ده جوزي على فكره. ولا انتي عندك مانع؟ مش فاهمه قصدك. لا ما اقصدش. قصدي انتي كنتي لابسه حته فستان ازرق، ايه الجمال ده؟
ويا سلام بقى على الطوق اللي كنت لابساه كمان. انتي كمان خدتي بالك من الطوق؟ اه، ما انتي بنت ليلى. وايه كمان، مش خدتي بالك من الشوز بالمره؟ ودي تيجي برضو، دي كانت لونها ابيض وبكعب كمان. الله اكبر، وانا قلت كفيت على وشي ليه اول ما دخلت. اه يا بطني اه. المهم، احنا عندنا فرح واحده صاحبتي وعايزه استلف منك الفستان. بس مش هينفع. عشان خاطري، انا نفسي البسه واشوفه عليا قوي. عشان خاطري والله هرجعهولك على طول. الدنيا من جواها صعب عليها اسماء. ماشي هجيبهولك، بس بالله عليكي حافظي عليه لاني بحب الفستان ده قوي. ان شاء الله يخليكي يا رب. اكيد دافع عينيا، وهاتيلي الطوق بقى والشوز كمان. كمان عشان خاطري. حاضر يا رب، الصبر من عندك يا رب. اسماء فاقت من التفكير. اه يا حسرتي على الفستان. ما انت خدتيه وقطعتيه رغم اني قلتلك حافظي عليه لانه غالي عليا. بس ولا كاني قلتلك حاجه. مش تفكريني علشان انا على اخري بجد. عشان خاطري. لا يعني لا. طب ماما بتقولك هاتي حبايتين طماطم وحته سمنه وخياره وعودين جرجير. حاضر. دنيا لبست ونزلت ركبت تاكسي واشترت طلباتها. ورجعت لقيت ليلى قدامها. الحمد لله على سلامتك، شكلك جبتي النواقص. نواقص ايه؟ جبتي سكر، مش قلتي مش عندك من شويه؟ وهبعتلك اسماء تاخد منك كيس. الصبر من عندك يا رب. دنيا دخلت وطبخت ونظفت البيت وخلصت كل شغلها وقعدت. احمد رجع من شغله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. مالك شكلك متضايقه؟ جدا. إيه اللي حصل بس، فيه ايه؟ باب الشقه خب. يوه انا زهقت بجد. وراحت فتحت لقيتها اسماء. ماما بتقولك الخلاط باظ، اضربي الطماطم دي عندك وهاتي حبه سكر. الدنيا ضربت لها الطماطم واديتها حبه سكر. هما لسه زي ما هما برضو. اه والله، وانا خلاص تعبت، ما كنتش قادره استحمل خلاص. انا طول النهار رايحه جايه افتح الباب. بجد تعبت. انا مش عارفه الحل مع الناس دي بجد. بالليل دنيا واحمد نايمين. دنيا قامت مخضوضه. ايه ده؟ مين اللي جاي في وقت زي ده؟ مش عارف، استني اروح اشوف مين. وانت اشربي ميه اهدي. راح احمد لقاها اسماء. خير، وانت ازاي تخبطي في وقت زي ده؟ مسألة حياة او موت، معلش يا عم. خير، في ايه؟ لا انا عايزة ابلة دنيا. معلش يا حبيبتي، بس شكلها في حاجة. في ايه؟ نعم. عايزة حتة سمنة وقرن فلفل. ما خلاص بقى، يعني انت جايه الساعة 3 الفجر عشان تقولي لي قرن فلفل وحتة سمنة؟ ايه، مفيش دم عندكم؟ قرفتوني وزهقتوني. جرت الحزن. وقفلت الباب وقعدت تعيط. خلاص يا حبيبتي معلش اهدي. نامت، وتاني يوم صحيت لقيت احمد راح شغل ومش موجود. قامت ورنت عليه. انت فين؟ مش صحتني ليه؟ قلت اسيبك نايمه. ماشي، انا هروح لماما النهارده. ماشي. دنيا لبست وماشيه قابلت ليلى. دنيا انت رايحه فين كده؟ خير. تسالي ليه خير؟ كنت عايزه حبه كمون. صبرني يا رب. على فكره انا زعلت منك انك قفلتي في وش اسماء الباب. انتي ليه عملتي كده؟ هو انا باخد منك حاجه عشان تعملي كل ده؟ دنيا كانت حاسه انها هتموت وسابتها ومشيت. يا ماما انا تعبت قوي، مش سايباني في حالي. دي كل شويه تبعت بنتها تاخد مني حاجات. انا اصلا بجد خلاص تعبت. بصي يا بنتي، انا هقولك تتعاملي معاها ازاي. هقولك على الحل، انت عامليها بنفس طريقتها وبنفس معاملتها. ازاي يا ماما؟ يعني نفس معاملتها. كل ما تيجي تطلب منك حاجه اطلبي منها حاجه، وقبل ما تيجي تطلب اطلبي انتي. بس انا عرفت كده انا هعمل ايه. دنيا راحت وخبطت عليهم. اهلا يا حبيبتي. بقولك ايه، انا عايزه حبه رز اصل مش عندي. بودي والله، بس انتي عارفه كيلو رز بكام النهارده؟ وانا مش بقول كده استخسار لا سمح الله، بس لا مش عندي غير على قد طبخه النهارده. ماشي. بعد شويه ماما بتقولك هاتي حبه صابون تغسل المواعين. ايه ده؟ انتي مش تعرفي الصابون بكام النهارده؟ وانا مش بقول استخسار لا سمح الله، لا، بس مش عندي غير على قد غسلة المواعين اللي عندي. بعد شوية دنيا راحت لليلى. خير. كل خير، عايزة بس حبيتين طماطم. هو في ايه؟ هو مرة رز ومرة طماطم؟ كل شوية تخبطي. هو انا عمري طلبت منك حاجة ولا ايه؟ هو في ايه؟ انتي بصة لحاجتي؟ الله الغني يا ست، انا ما عنديش طماطم. دنيا مشيت وهي بتضحك ورنت على احمد وحكيت له على اللي حصل. يا لهوي. ما بتطلبش حاجة؟ لا بجد، ايه ده؟ وهي دي حكايتي مع جارتي اللي مش بتبطل طلبات، وهو ده حال الدنيا الفترة دي.
محدش بيحب انك تعامله بنفس طريقته، بيزعلوا. المطلوب مننا اننا نستحمل ونتحمل طلبات وكلام، ولما نعملهم بالمثل يتقمصوا ويزعلوا ويقول الله الغني. المطلوب مننا نستحمل كل حاجة، وفي المقابل ولا حاجة. كل الحوار بيستخسروا بس عليك العيشة اللي انت عايشها، بيبصوا للظاهر وهم ما يعرفوش ايه اللي جوه، بيبصوا على الغلاف وبس. وهي دي حكاية مشكلتي مع جارتي، ولما عملتها بنفس معاملتها زعلت واتقمصت وقالت الله الغني. حد قابل جارة زي جارتي؟ احكولي حكاياتكم مع جيرانكم في الكومنتات. بحبكم قوي واستنوني في حكاية جديدة. باي.